الماء وشروطه. الماء وشروطه. يشترط أن يكون الماء كافيا للوضوء ولحاجة المتوضئ، فإن كان الماء غير كاف لذلك كان فرضه التيمم. ولا بد أن يكون الماء طهورا، أي لم يفقد صفته المائية بنجس أو طاهر. فإذا تغير الماء بمخالطته لطاهر كماء الورد أو عصير الليمون أو البرتقال مثلا، صار الماء طاهرا وليس طهورا. وكذلك إذا خالط الماء نجس كبول أو غيره تغير به الماء، صار الماء نجسا، وكلا الماءين لا يصح التطهر به. أما إذا كان تغير الماء بسبب المقر الذي هو فيه، أي المكان، فلا يضر ذلك ويجوز التطهر به. الوضوء طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا. الإسباغ أو تعميم الأعضاء. والإسباغ لا يعني الإسراف في الماء عند الوضوء لغير حاجة أو ضرورة. إنه لا يحب المسرفين. احرص أخي المسلم على الاقتصاد في استعمال الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. والصاع هو 4 أمداد، والمد يقارب لترا إلا الربع. أخي المسلم، اعلم أن النية فرض واجب في كل العبادات، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثالا لحكمه، والنية محلها القلب ولا عمل للسان فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ابدأ بغسل الكفين إلى الرسغين قبل الوضوء، فهي سنة، إلا إذا كنت مستيقظا من النوم فيجب غسلهما 3. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فهو لا يدري أين باتت يداه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فتمضمض. وقال: من توضأ فليستنشق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. الفرض هو غسل الوجه مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو سنة. واعلم أخي المسلم أن حد الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحيين، فإذا كان المتوضئ ذا لحية كثة فيكفيه غسل ظاهرها ولا حاجة لتخليلها، وإن خلل فلا بأس. أما إذا كان ذا لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها فوجب تخليلها لإيصال الماء إلى البشرة الظاهرة. غسل اليدين إلى المرفقين. والمرفق هو الذي بين العضد والساعد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. ومن هديه صلى الله عليه وسلم إجازة المسح على الجبيرة، ويكون ببل اليدين والمسح عليها كلها مرة واحدة. مسح الرأس. مسح الرأس. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر،
بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واحرص أخي المسلم على مسح الأذنين مع الرأس بما تبقى على يديك من ماء الرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. إجازة المسح على العمامة والخمار. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. غسل الرجلين إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق، ويجب غسلهما مع الرجلين، ولا يكفي مجرد رش الماء على الرجلين، ولكن يجب تعميم العضو بالماء. ولا يصح المسح بالماء إلا على خف أو جورب. واحذر أخي المسلم أن تترك موضعا من مواضع أعضاء الوضوء لم يصله الماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تركوا موضعا في أقدامهم لم يصله الماء: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. قال صفوان بن غسان رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. فإذا أصابت المسلم جنابة أثناء المدة وجب خلع الخفين والتطهر من الجنابة قبل لبسهما مرة أخرى، وتبدأ المدة من جديد. إن المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما يكون مرة واحدة بغير تكرار، ويكون المسح لأعلى الخف لا لأسفله. أخي المسلم، لا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو، كبعض الأصباغ والدهون والشمع وطلاء الأظافر للمرأة وغيره. أما أصحاب المهن والحرف والصناعات المتعلقة بمثل هذه العوازل كالدهانين وغيرهم، فيجب عليهم إفراغ ما في الوسع لإزالة تلك الموانع، فإن تعذر ذلك وشق عليهم فحكمهم حكم أصحاب الأعذار، يتوضؤون لكل صلاة. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها يشاء.